إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 24 من يوليو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نرصد فيه تغطية وسائل الإعلام العربية للأحداث المستجدة والموضوعات المتعلقة بالقارة السمراء. وفي حلقة اليوم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نقدم لكم تقريرين. الأول أوردته صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان تركيا تسارع لملء الفراغ الغربي في النيجر بشراكة متعددة الأبعاد. والتقرير الثاني نشره موقع الجزيرة نت تساءل فيه عن تسبب وزير بطرد راكبة من على طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. الدراج الإريتري بنيام جرماي يدخل رسميا موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول دراج إفريقي يفوز بالقميص الأخضر. غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني توقع قتلى وجرحى، والحوثيون يتوعدون بضرب أهداف حيوية في إسرائيل. ومقتل شخصين في هجوم على مخيم للاجئين السودانيين في أثيوبيا. والسودان يستأنف علاقاته الدبلوماسية مع إيران بعد انقطاع دام 8 أعوام. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. دخل الدراج الإريتري بنيام جرماي لاعب نادي انتر مارشي وينت البلجيكي موسوعة جينيس للأرقام القياسية لسباق الدراجات رسميا السبت الماضي، ليصبح بذلك أول إفريقي يفوز بالقميص الأخضر كأفضل متسابق في الجولة الكبرى لتطواف فرنسا للدراجات. وأثبت بنيام جرماي بحصوله على 387 نقطة أن القميص الأخضر ملك له، وذلك بعد أن تغلب على أقرب منافسيه البلجيكي جاسبر فيليسيون بفارق 33 نقطة في المراحل السابقة في سباق الكرونومتر في مدينة نيس الذي بلغ طوله 33.7 كيلومتر يوم السبت الماضي. وأعلن فوزه رسميا بعد استكمال الجولة 111 لطواف فرنسا بكفاءة وأمان. هذا وتوافد العديد من الإريتريين إلى مدينة نيس من جميع أنحاء العالم للاحتفال بفوز بنيام جرماي، الذي يعد فوزه هو الأعلى في تاريخ رياضة الدراجات الإريترية والإفريقية. وسجل بنيام جرماي أرقاما قياسية مزدوجة في سباق فرنسا للدراجات هذا العام، ليصبح بذلك الإفريقي الوحيد في تاريخ سباق فرنسا للدراجات الذي يسجل انتصارات ثلاثية ويتحكم في 4 مراحل من الجولة الكبرى. في تصعيد جديد بين الحوثيين في اليمن وإسرائيل، قام الطيران الإسرائيلي بغارات جوية على ميناء الحديدة اليمني على ساحل البحر الأحمر يوم السبت الماضي. وبحسب وسائل الإعلام فإن القصف استهدف مستودعات نفطية ومحطة للكهرباء. وتسببت الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة في اندلاع حرائق كبيرة نتيجة استهدافها لخزانات نفطية، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 90 آخرين. كما تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات نتيجة استمرار الحرائق فترات طويلة. وأعلنت إسرائيل أنها استهدفت ميناء الحديدة اليمني الذي تستخدمه الجماعة في استقبال الأسلحة من إيران، وأن الضربة جاءت في إطار الرد الإسرائيلي على الهجوم الحوثي بطائرة مسيرة على مدينة تل أبيب يوم الجمعة الماضي، والذي نتج عنه مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين. من جهتها قالت جماعة أنصار الله الحوثي إن الحرب بينها وبين إسرائيل أصبحت مفتوحة بعد الآن،
وأنها لا تخضع لقواعد الاشتباك، وتوعدت الجماعة إسرائيل بأنها لن تتردد في ضرب أهداف حيوية في إسرائيل في حرب مفتوحة. وعبر عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة الأحد عن سعادة جماعته بالمواجهة المباشرة مع إسرائيل وأمريكا وبريطانيا، وتوعد باستمرار التصعيد البحري ضد السفن ومهاجمة إسرائيل، وأعلن أن الهجوم بالطائرة المسيرة على تل أبيب يوم الجمعة الماضي هو بداية المرحلة الخامسة من التصعيد. قتل لاجئان سودانيان وأصيب نحو 9 آخرين في هجوم مسلح على مخيم للاجئين السودانيين في ولو بإقليم أمهر في أثيوبيا، وذلك في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع. ونقل موقع سودان تريبيون عن مصادر في المعسكر قولها إن الهجوم المسلح على المعسكر أسفر عن مقتل 2 من اللاجئين وإصابة نحو 9 آخرين، فيما لم تحدد دوافع الهجوم الثاني الذي سبقه هجوم آخر مماثل قبل 3 أيام أصيب فيه عدد من اللاجئين السودانيين بينهم طفل، وقتل شرطيان أثيوبيان. من جهته قال مكتب تنسيق اللاجئين السودانيين بإقليم أمهر في بيان صحفي إن مجموعة مسلحة هاجمت المعسكر وفتحت نيران كثيفة على اللاجئين، وأكد البيان وقوع ضحايا خلال الهجوم وإصابة آخرين، وانتقد بشدة ما أسماه التهديدات التي تلقاها اللاجئون من مسؤول المفوضية بعد رفض ترحيلهم إلى المخيم الجديد. ويواجه أكثر من 6000 لاجئ سوداني بينهم 2300 امرأة وطفل أوضاعا بالغة السوء داخل غابات ولو بإقليم أمهرة، وتحدق بهم مخاطر جمة في مقدمتها هجمات المسلحين الأثيوبيين ودخول فصل الخريف وهطول الأمطار داخل الغابة دون أي مقومات للحماية. وقال موقع سودان تريبيون إن مصادر ذات صلة بأزمة اللاجئين كشفت أن السلطات الأثيوبية قدمت مقترحا لنقل اللاجئين السودانيين إلى منطقة داخل إقليم أمهرة وتأمينها، لكن اللاجئين رفضوا الاقتراح. وفي الشأن السوداني أيضا أعاد السودان علاقاته الدبلوماسية مع إيران بعد قطيعة دامت 8 سنوات، واعتمد رئيس مجلس السيادة السوداني أوراق السفير الإيراني الجديد حسن شاه حسيني سفيرا ومفوضا فوق العادة لإيران لدى السودان، كما عين السودان عبد العزيز حسن صالح سفيرا له لدى طهران. وجاءت الخطوة بعد 8 سنوات من إعلان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في يونيو عام 2016 بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران عقب هجوم الأمن الإيراني على السفارة السعودية في إيران. وكان البلدان قد أعلنا في أكتوبر الماضي قرارهما على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما عقب سلسلة من اللقاءات والمشاورات. هذا وكان وزير الخارجية السوداني السابق علي الصادق قام بزيارة إلى طهران في فبراير الماضي في إطار سعي البلدين لتطبيع العلاقات بينهما. من جهته أكد وزير الخارجية السوداني حسين الأمين على متانة العلاقات بين البلدين، وأضاف أن تقديم السفير الإيراني لأوراق اعتماده يعد إذانا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه قال السفير الإيراني حسن شاه حسيني إن تقديم أوراق اعتماده يأتي في إطار التوافق المشترك بين البلدين بشأن تبادل السفراء وترقية العلاقات الثنائية وفق البيان السوداني. وحسب المصدر أكد حسن شاه حسيني أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان، وأضاف أن بلاده تدعم السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي السودانية. ويأتي التقارب الإيراني السوداني في ضوء علاقات إيران المتأزمة مع الغرب بسبب دعمها اللامحدود لحلفائها في المنطقة، وتزامن ذلك مع اتهام دول غربية لإيران بدعم الجيش السوداني بالأسلحة والطائرات المسيرة في حربه ضد الدعم السريع، وهو ما جعل بعض المراقبين يربطون قرار البرهان بإعادة العلاقات مع إيران برغبته في الحصول على دعم إيراني في الحرب ضد قوات الدعم السريع. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، وهو برنامج نرصد فيه تغطية وسائل الإعلام العربية للأحداث المستجدة والموضوعات المتعلقة بالقارة السمراء. وضمن برنامج إفريقيا في الإعلام العربي لهذا الأسبوع نقدم لكم في حلقة اليوم تقريرين. الأول أوردته صحيفة الشرق الأوسط في 18 من يوليو الجاري تحت عنوان
تركيا تسارع لملء الفراغ الغربي في النيجر بشراكات متعددة الأبعاد. والثاني تقرير نشره موقع الجزيرة نت في 21 من يوليو أيضا، وتساءل فيه عن تسبب وزير بطرد راكبة من على طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية. على أمل أن يتجدد اللقاء بكم ومعكم دائما وأبدا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات من كل أسبوع عبر إذاعتكم إذاعة إيرنا الدولية من باريس. نتابع سويا إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، وأهلا بكم إلى أولى موضوعات حلقة اليوم، حيث تناولت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في عدد الخميس الماضي زيارة وزير الخارجية التركي إلى النيجر على رأس وفد رفيع المستوى. وقالت الصحيفة: كشفت زيارة الوفد التركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان إلى النيجر عن استمرار التركيز من جانب أنقرة على ترسيخ حضورها في إفريقيا وسعيها لملء الفراغ الذي تتركه القوى الغربية ذات النفوذ في القارة السمراء، واهتمامها على وجه الخصوص بمنطقة الساحل. وجاءت زيارة الوفد التركي الذي يضم وزيري الدفاع ياشار غولر ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألا برسلان بيرغدار ورئيس المخابرات إبراهيم كالين إلى جانب نائب وزير التجارة فولكان أغار إلى النيجر، لتؤكد الاهتمام الذي توليه تركيا بهذا البلد الإفريقي المستهدف بالإرهاب، والذي يحكمه الجنرال عبد الرحمن تياني الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري قبل عام تقريبا، وكان في استقبال الوفد التركي لدى وصوله إلى نيام الأربعاء. وذكر التقرير أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كشف عن بعض أهداف زيارة الوفد التركي قائلا: ناقشنا مع النيجر ما يمكن فعله لتحسين صناعة الدفاع والاستخبارات في إطار مكافحة الإرهاب المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الساحل، وأن السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا من بين أولوياتنا. ولفت فيدان إلى أن علاقات التعاون بين تركيا والدول الإفريقية مستمرة في النمو في مجالات مثل الدبلوماسية والاقتصاد والمالية والأمن والدفاع والتعليم والصحة، وأن تركيا لديها سفارات في 44 دولة إفريقية من أصل 54 دولة بالقارة. وأكد أن السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا هو أيضا من بين أولويات تركيا، وخصوصا في منطقة الساحل التي باتت فيها مشكلة عدم الاستقرار والإرهاب مزمنة. وأشار إلى أنه بحث خلال لقاءاته ما يمكن أن تفعله تركيا في النيجر لتطوير صناعات الدفاع والاستخبارات في إطار الحرب ضد الإرهاب، أسوة بتعاونها مع الصومال. وتمتلك تركيا قاعدة عسكرية في الصومال تعد أكبر قواعدها العسكرية في الخارج، ويعد البعد العسكري أحد أهم الأبعاد التي تركز عليها أنقرة إلى جانب الاقتصاد والطاقة في علاقاتها مع دول إفريقيا، وأصبحت أحد موردي الأسلحة لدول القارة. واشترت النيجر من تركيا 6 طائرات مسيرة قتالية بيرغدار TB2 في مايو عام 2022، بعدما أعلن البلدان في نوفمبر 2021 عن صفقة تشمل توريد أسلحة للنيجر، بينها طائرات مسيرة بيرغدار TB2 وطائرة التدريب حركوش، ومدرعات لتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية. وتشتهر تركيا بطائراتها المسيرة القتالية التي أصبحت عنصرا أساسيا في جيشي مالي وبوركينا فاسو، وهما حليفان للنيجر، ويحكمهما أيضا مجلسان عسكريان ويواجهان جماعات إرهابية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تستمعون للجزء الأول من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، وموضوع التسارع التركي لملء الفراغ الغربي في النيجر بشراكات متعددة الأبعاد. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. ويضيف التقرير أن النيجر عملت على تغيير شراكاتها الدولية، وطردت خصوصا من أراضيها الجنود الفرنسيين الذين كانوا منتشرين في إطار القتال ضد الجماعات الإرهابية. وسيخرج الجنود الأمريكيون أيضا بحلول سبتمبر المقبل. وأعلنت ألمانيا من جانبها إنهاء تعاونها العسكري بحلول نهاية أغسطس المقبل، وذلك بسبب غياب الموثوقية في علاقاتها مع نيامي. وسعيا من تركيا لملء الفراغ في النيجر، كثفت اتصالاتها مع البلد الإفريقي، وزار رئيس وزراء النيجر علي الأمين زين تركيا في فبراير الماضي.
وأعلن خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وجه إليه الدعوة لزيارة تركيا أن التحدي الأمن المفروض علينا يتطلب أن تكون لدينا كل الوسائل اللازمة لضمان دفاعنا، ونعلم أنكم قادرون على ضمان ذلك لنا. وأكد أردوغان خلال اللقاء الذي حضره وزراء الخارجية والدفاع التركيان دعم تركيا لخطوات النيجر لتعزيز استقلالها السياسي والعسكري والاقتصادي، وأن تركيا تقف وستواصل الوقوف ضد التدخلات العسكرية الأجنبية التي تستهدف الشعب النيجري، وستواصل اتخاذ خطوات لزيادة حجم التجارة بين البلدين وفق ما ذكرت الرئاسة التركية. وفي الجانب الاقتصادي قدم رئيس وزراء النيجر تأكيدات بأن كل التسهيلات ستمنح للمستثمرين الأتراك. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الأول من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، وموضوع التسارع التركي لملء الفراغ الغربي في النيجر بشراكات متعددة الأبعاد. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وبحسب التقرير جاء زيارة الوفد التركي رفيع المستوى لنيام الأربعاء لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس وزراء النيجر لتركيا. واتفق الجانبان خلال المباحثات التي أجراها الوفد التركي على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والمخابرات والدفاع، بعد أن طلبت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من العسكريين الغربيين المغادرة، وأنهت عقود التعدين لدول غربية كثيرة لتقدم لنفسها بديلا يحل محلها. والتقى الوفد التركي إلى جانب المباحثات الوزارية رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الذي تولى السلطة في يوليو 2023 بعد أن أطاح المجلس العسكري الذي يقوده بالرئيس محمد بازوم وغير ولاءات البلاد بطرد القوات الغربية وإنهاء اتفاقيات أمنية مع الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية في إفادة صحفية الخميس إن وزير الدفاع يشار جولر ناقش سبل تعزيز التعاون بين تركيا والنيجر في مجال الدفاع والتدريب العسكري. من جهتها قالت وزارة الطاقة التركية إن البلدين وقعا إعلان نوايا لدعم وتشجيع الشركات التركية لتطوير حقول النفط والغاز الطبيعي في النيجر. وتملك النيجر خامات اليورانيوم الأعلى جودة في إفريقيا، وهي سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم. وعززت الشركات التركية حضورها في النيجر وفازت بعدد من العقود، من بينها عقد بقيمة 152 مليون يورو لتحديث مطار نيامي، وعقود أخرى بقيمة 50 مليون يورو لإقامة فندق فخم، وعقد بقيمة 38 مليون يورو للمقر الجديد لوزارة المالية النيجيرية في قلب العاصمة. وأنشأت تركيا عام 2019 مستشفى بقيمة 100 مليون يورو في مرداي ثالثة كبرى مدن البلاد. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تستمعون للجزء الأول من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، وموضوع التسارع التركي لملء الفراغ الغربي في النيجر بشراكات متعددة الأبعاد. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ومنذ عقدين من الزمان تعمل تركيا على توسيع وجودها في القارة السمراء التي تمتلك وفق تقديرات اقتصادية نحو 65% من الموارد العالمية التي لم يجري العمل على استغلالها. وعقب موجة الانقلابات في دول الساحل الإفريقي التي بدأت عام 2020 من مالي وتراجع النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا، زادت تركيا تحركاتها عبر قنوات التسليح والتعاون الاقتصادي لتكون شريكا حاضرا بقوة في المنطقة التي تشهد سباق نفوذ بين القوى العالمية. وتحتل تركيا المركز الرابع بين الدول الأكثر تمثيلا دبلوماسيا في القارة الإفريقية بعد الولايات المتحدة والصين وفرنسا. وتقع العلاقات مع دولها ضمن الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية التركية. ويرجع الاهتمام بتطوير هذه العلاقات إلى عام 2005 حين أصبحت أنقرة عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي، وأعلنت في العام نفسه خريطة الانفتاح على إفريقيا. هذه إذاعة إرنا. وموضوعنا الثاني مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في برنامج إفريقيا في الإعلام العربي هو ما أورده موقع الجزيرة نت في 21 من يوليو الجاري تحت عنوان: هل تسبب وزير بطرد راكبة من على طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية؟ يقول التقرير أو الخبر: لاري مادو مراسل شبكة CNN في إفريقيا كان على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية والمتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي في كينيا.
مادو وثق بمقطع فيديو ما قال إنه طرد راكبة من على متن الرحلة لأن وزيرا أخذ مقعدها. ونشر مادو الفيديو على حساباته على منصات التواصل وعلق عليه بالقول: طردت الخطوط الجوية الأثيوبية راكبة على رحلتي لأن وزيرا جلس في مقعدها ولم يعتذر لها. وأظهر المقطع حوارا بين الراكبة وطاقم الطائرة، حيث قالت الفتاة: لا أهتم، هذه ليست مشكلتي. وطلبت من أحد المضيفين عدم لمسها، وتكمل في ردها على المضيف: لا أستطيع أن أفعل هذا لأنهم الأشخاص المفضلون لديك، الجميع يدفع الضرائب، وعلى الوزير النزول من الطائرة. والمقطع أثار حالة من الجدل بين جمهور منصات التواصل، فقد وصلت مشاهدات الفيديو 7 ملايين مشاهدة. وطالب مغردون الشركة بالرد والتوضيح حول الأسباب التي أدت إلى إنزال الراكبة بعد صعودها الطائرة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تستمعون للجزء الثاني من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، وموضوع تسبب وزير بطرد راكبة من على طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وبعد الجدل الذي أثير، خرجت الخطوط الجوية الأثيوبية بسلسلة تدوينات توضح فيها ما جرى. وقالت الشركة إنها شاهدت مقطع الفيديو المنتشر على منصات التواصل، والذي يصور راكبا يتم إنزاله من رحلة الخطوط الجوية الأثيوبية رقم 308 والمتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي في 19 من يوليو. وأشارت شركة الخطوط الجوية الأثيوبية إلى أنها اتخذت الوقت اللازم للتحقيق في الأمر بشكل شامل وتقديم المعلومات الواقعية للجمهور. ففي التاريخ المذكور أعلاه، شهدت الرحلة حجزا زائدا، ووصل 3 ركاب يحملون بطاقة صعود الطائرة الاحتياطية على الدرجة الاقتصادية إلى بوابة صعود الطائرة. وتكمل الشركة في توضيحها قائلة: وقبل دقائق قليلة فقط من موعد المغادرة المقرر للرحلة، أبلغهم وكيل الشركة بأن الرحلة ممتلئة وأنهم سينتقلون للرحلة التالية، ولكنهم لم يستجيبوا لطلب وكيل الشركة، وحاولوا الصعود إلى الطائرة، فطلب منهم الطاقم النزول من الطائرة، فاستجاب أحد الركاب، بينما اصطحب الأمن 2 إلى الخارج. وأوضحت الشركة في بيانها أن الركاب كانوا على الدرجة السياحية، وقد نشأ سوء فهم بين الركاب المنتظرين، مما أدى إلى اعتقاد مشوه بأن مقاعدهم قد تم تخصيصها لشخصية مهمة، وهذا ليس هو الحال، والفيديو المتداول لا يعكس التسلسل الحقيقي للأحداث. ليعود مادو ويعلق على بيان الشركة مستغربا: ردت الخطوط الجوية الأثيوبية على الفيديو مدعية أن هنالك سوء تفاهم بشأن جلوس وزير في مقعد المسافرة. كما أن بيان الشركة زاد من غضب بعض المغردين، ورد أحدهم مكذبا بيان الشركة بالقول: لقد سافرت مع الخطوط الجوية الأثيوبية لفترة من الوقت، ويمكنني أن أؤكد أنه لا يمكن لأحد تجاوز العدادات وعملاء الأمن دون بطاقة الصعود إلى الطائرة وفحص حقائبهم. وأردف: تسيء الخطوط الجوية الأثيوبية معاملة عملائها وعدم احترامهم، وتميز بينهم وفق ما جاء في الخبر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الدراج الإريتري بنيام جرماي يدخل رسميا موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول دراج إفريقي يفوز بالقميص الأخضر. غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني توقع قتلى وجرحى، والحوثيون يتوعدون بضرب أهداف حيوية في إسرائيل. ومقتل شخصين في هجوم على مخيم للاجئين السودانيين في أثيوبيا، والسودان يستأنف علاقاته الدبلوماسية مع إيران بعد انقطاع دام 8 أعوام. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.